والله يا اخوان الطبخة انطبخت عند طباخ مرتب، الطبخة انطبخت عند طباخ مرتب. يعني شوف جماعة دشدش هذا دشدشك. اخوان القطرية 1000 مليون تريليون مبروك لكم، لكن والله العظيم اخذتوا البطولة ما هي بتعبكو، ما هي بتعبكو، بتعب جيبكو، ما هي بتعبكو، بتعب جيبكو. يعني رحموني، 3 ركلات جزاء بثلاثة يا معلم، برجع للفار اكس اخته الصيني منيح. بدي اصير اطعم انا بدي اصير اطعم، بدي ابعرها لللايف تبعي، بدي ابعر الفيديوهات عندي يا زلمه. انت اسم الصيني في كندره يا زلمه، مش هيك، مش هيك كرة القدم، مش هيك، مش هيك كرة القدم. ارحمونا، ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. 3 ركلات جزاء بحساب شكرا يا زلمه، مش هيك يا اخوان القطري. بدكم تفرحوا يا معلم، قولوا لنا يا زلمه، قولوا لنا. بنعطيكم الملعب وبندخل كل جماهيركم وبنخليكم تاخذوا البطوله، بس مش هيك، مش هيك القرف، مش هيك. ما عندي اي مشكله اني انا اخسر نهائي، والله العظيم ما عندي اي مشكله. كاردني لعيبتنا سووا اللي عليهم وزياده بهاي البطوله وما قصروا يخلف عليهم، بس انا مشكلتي انه انا ما اخسر بهاي الطريقه، ما اخسر ب3 ركلات جزاء، كلها ظلم. بالعكس الف مبروك للشعب القطري، بس انا اخسر البطوله بهاي الطريقه ليه؟ ليش كل اللي سووه لعيبتنا طوال البطوله يروح هيك هباء منثورا؟ هذا هو اللي بضايق، هذا هو اللي بقهر، مش بتقهر الخساره. حكم مباراه ب3 ركلات جزاء بنهي حلم دوله كامله، بنهي حلم شعب كامل، بنهي حلم جيل كامل. منتخب كان بتامل انه احنا نحقق بطوله نحن بنستاهلها. 3 ركلات جزاء ما بيعلم حدا من صحتها غير رب العالمين. شكرا لرجال النجامه، شكرا على كل شيء انتم سويتوه لنا، شكرا لكم على الاداء اللي انتم قدمتوه في هاي البطوله، جد شكرا لكم، ما قصرتوا. حسبي الله ونعم الوكيل بالحكم اللي ضيع احلام كل الاردنيين. حكم مرتشي وله قضايا رشوات سابقه بالاتحاد الاسيوي، بيجي الاتحاد الاسيوي وبحطوا حكم نهائي. 3 ركلات جزاء، 3 ركلات جزاء يلي ما بتخاف الله. حرام حرام والله حرام. اشهد يا تاريخ، اكبر فضيحه كرويه بالتحكيم بتصير بحياتي كلها. حاطين الحكم الصيني اللي حبسوه بسبب رشوه 4 شهور، رجعتوا جبتوه رشيتوه، ولكم مبيوعه، ولكم لا تجبتونا على النهائي ما دام هي مبيوعه لقطر، احكوا لنا ليش جبتونا؟ ولكم فضيحه 3 ضربات جزاء بفاينل 3 ضربات جزاء، ولكم هاي تعدت العار التحكيمي، ولكم واضحه، اقسم بالله واضحه، ما بدها الثاني يحكوا فيها، مبينه انه عار، مبينه انها مبيوعه لقطر. ارفع راسك يا اردني، انك انت شريف، انك انت شريف. بعتوها لقطر بس مو مشكله، ربنا شايف كل شيء. جايبين حكم صيني عليه قضايا 4 شهور انحبس، رشيتوه قديش حطيتوه؟ احكوا لنا قديش. حسبي الله بس، حسبي الله بس. يعني للأمانة لأول مرة بوافق محمود عباس بشغلة، لما طلع وقال لك هيك الصين، بس وافقتك فيها 1,000,000% الآن. ألف مبروك للمنتخب القطري، هارد لك لمنتخبنا، كنتوا رجال، رفعتوا راسنا، خسرتوا ب3 ركلات جزاء، مش مشكلة سيدي، تتعوض في البطولات الجاية إن شاء الله. مع إنه كان أفضل جيل، كنت حابب إنه هذا الجيل يفرح ويفرحنا معه، لكن للأسف الشديد الحكم حاب أوجه لك رسالة. شونغهاي جينج بريك هم مين هو بتيجي منين يلعن ابو اللي نفضها اختك. السلام عليكم. 3 ضربات جزاء كانت كفيله بقتل الحلم الاردني، الحمد لله رب العالمين. 3 ضربات صحيحه تحكيميا عشان ما نفوت بجدل كبير، الحمد لله رب العالمين. رفعوا رؤوسنا النشامه، قدمتوا بطوله رائعه، قدر الله وما شاء فعل. منتخب رائع وجيل ممتاز، وباذن الله القادم افضل، ولكن هذا المنتخب اللي لازم نبني عليه لقدام كثير اشياء، وان شاء الله انه الاتحاد يشغل هذا الموضوع جيدا. الحمد لله رب العالمين، رفعتوا راسنا يا نشام. يا غوالي اسمعوني وركزوا معي منيح. اول اشي بنبارك لاهل قطر بحصولهم على بطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، وهارد لاك لنشام الأردن. انا اتوقعت النتيجة وتوقعت السيناريو يا اخوان، كل شي حكيته امبارح صار اليوم، كل شي حكيته امبارح صار اليوم. اكرم عفيف اخذ 3 ركلات جزاء واخذ الهداف على حساب ايمن حسين لاعب المنتخب العراقي. الف مبروك. تمام، يعني اللي اخرج المنتخب الفلسطيني والمنتخب الاوزبكستاني والمنتخب الايراني بده يعطيكم اياها يا حبايب. احنا بنحكي كرة، فيش كلام بزعل، الحق يقال. حكيت لكم يا حبايب مستحيلة وصعبة، واللي كان عندي امبارح باللايف تاج راسي بيعرف شو بحكي. فعشان هيك منجد ما معش مصاري تردوا عليه، ولا ما بتردوا على منجد، ما عندش ملايين متابعين، ما بتردوا على منجد. كل شيء حكيته صار، ملك التوقعات والسيناريو اللي حكيته انا امبارح صار اليوم. تاج راسي، مبروك لقطر، هارد لك لكل المنتخبات العربية، والسلام عليكم. سيناريو عجيب وغريب، سيناريو عجيب وغريب. اقرب نهائي في تاريخ كرة القدم، لك لا نهائي كأس عالم ولا نهائي اوروبا ولا نهائي افريقيا ولا نهائي دوري ابطال اوروبا. هذا النهائي أقرب نهائي في تاريخ كرة القدم على مر التاريخ، لا لقدام ولا لورا. يعني حتى أجوج وماجوج ما كانوا متوقعون هذا السيناريو يا رجل. على كل الأحوال أنا ما راح أحكي غير هالكلمتين،
مبروك الجماهير قطر من الكبير للصغير حتى النايم بالسرير، وهارد لك لجماهير الأردن من الكبير للصغير حتى النايم بالسرير. والحمد لله أنه سوريا ما وصلت على النهائي. مثل ما حاجيك اسمع مني، دق وزن دق وزن دق وزن. طلعت من ملعب لوسيل ما قدرت استحمل الفضيحه الكرويه اللي قاعده عم بتصير جوا، اكبر فضيحه كرويه شهدتها عيوني في الملعب. يا جماعه الخير، ناس طاقعه تذاكر 4 ساعات طيران، ناس بايعه سيارتها مشان تحضر نهائي للمنتخب الاردني، يروحوا يشوفوا مباراه كلياتها اغلاط تحكيميه، جايبين لنا حكم مضروب مش اصلي، اعرف جنسيته رح تعرف انه هو مضروب يا زلمه. كل احتكاك بيحسبوا فاول، كل احتكاك بيحسبوا بلنتي، الصفاره ولا الصفير مش قابل ينزلها من ثمه، كروت صفر ببلاش، كروت حمر لولا العيب والحرام لا يطلعها ببلاش. مش منطق. احنا كنا افضل بشكل عام، قطر كانت افضل بالشوط الاول، ولكن بشكل عام احنا كنا افضل. تروح تظلمنا ليش؟ احكي لنا من الاول لا تيجي على المباراه. اما تشوف هيك فضيحه كرويه اقسم بالله حرام ارحمونا يا عالم. فوزوا خلص، فوزوا بدون اغلاط تحكيميه، المباراه كلها اغلاط تحكيميه. هيو هذا الزلمه جوا، هيو بالله عليك قول لي شو اللي صار جوا؟ طلع هيو انا طلعنا خلص مش قادر ابو سعد مع لسانه بيفلت. اقسم بالله فضيحه كرويه مش منطق.